ازاي تطفشي جوزك وتخليه ان هو مش عايز يشوف وشك تاني؟ بسيطه قوي، اعملي اللي هقولك عليه. اول حاجه، فكريه بكل غلطاته اللي هو حكالك عنها واعتذر عنها، وبكل ماضيه اللي هو تاب عنه. اقعدي كرريها له وعرفيه انك عمرك ما هتسامحي في حاجه زي كده. تاني حاجه، اختاري الوقت اللي مش مناسب واطلبي منه كل الطلبات اللي انت نفسك فيها واللي يقدر يحققها واللي ما يقدرش يحققها، واختاري الوقت اللي مش مناسب. تالت حاجه، جهزي كده لستة محترمه، واول ما يدخل من باب الشقه قولي له كل اللي في نفسك وكل اللي انت شايلاه في قلبك من غلطات ومن عيوب ومن كل حاجه وحاجات اللي هو مقصر فيها وكل حاجه، واديله الفواتير التليفون وفواتير الكهرباء وحمليه كده طاقة الدنيا كلها وهم الدنيا كله اول ما يدخل من الباب. رابع حاجة، قللي منه اي حاجة يعملها، قللي منها. يعني بعد ما يلعب مع ولادك ولا ما يقضي معاهم وقت حلو ولا يعمل لك اي خدمة ويقدم لك اي حاجة حلوة او يقدم لك هدية، دايما حسسيه بان الحاجة دي قليلة وده العادي، ما اي راجل بيعمل كده، هو انت عملت ايه يعني؟ خامس حاجة، اغلطي في اهله، ولا توديهم ولا تزوريهم ولا تسمحي لهم ان هم يدخلوا بيتك. سادس حاجة واهم حاجة، امنعيه عن صحابه وتدخلي في شؤونه وتدخلي في اللي ليكي فيه واللي مالكيش فيه، وبيروح الساعة كام وبيرجع الساعة كام، وافتحي له تحقيق ومحضر، وان هو حدي حريته من اي حاجة وامنعيه من اي حاجة خاصة هو بيحبها عايز يعملها، لا مش من حقه. الله.